كله سلف ودين، وأولادي هم اللي شايليني، وحقيقي ورا كل رجل امرأة عظيمة زي الحاجة سعدية، وهي اللي وقفت في ظهره ووقفته على رجليه وساعدته يرجع تاني للسوشيال ميديا. الحاج جابر رجع تاني لقناة حوارات. يا ترى ازاي ظهر على ال3 قنوات بتوع عياله في نفس الوقت؟ وايه الطلب اللي طلبه من مراته سعدية؟ ومفاجأة عن اللي قاله عن أولاده حسن ومحمود. يا ترى تفتكروا يقصد مين بكلمة كله سلف ودين؟ كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. عياله تحت رجليه حرفيا، وقال لهم انا مخلفكم اليوم زي ده، قصده يعني يوم تعبوا ويوم ما يحتاجهم يكونوا حواليه يلاقيهم. ومحمود حوارات وحسن ومحمد نفذوا الوصية على أكمل وجه. كواليس رجوع الحاج جابر حوارات لليوتيوب من تاني، واللي قلب السوشيال ميديا أول ظهور أول ما ظهر وسط العيلة، والكل حواليه وبيشجعوا وبيغنوا له نمبر 1. حاج جابر طالع حلق شعره ودقنه، لابس عباية آخر شياكة، ولما اتسأل مين اللي حلق دقنه رده كان صدمة وقلب النص: محمود ابني اداني شاور وعمل لي شعري وضوافري وحلق لي، ولو طال يجيب لي حلاق من مصر الجديدة لحد بيتي هيعمل كده هو وحسن حوارات. الحاج جابر عينه دمعت بعد كلامه عن عياله انهم واقفين جنبه ومش سايبينه ابدا، وبيشكرهم واحد واحد، بس ما جابش سيره حمدي خالص. محمود حوارات ابنه بيفكر ابوه بان الحاج قال لهم بالنص انا مخلفكم لليوم اللي اقع فيه زي ده عشان تسندوني، وفعلا عملوا بالوصيه وكما تدين تدان، واللي عمل حاجه هتترد له اضعاف اضعاف. ده غير حبه لمرات ابنه سحر اللي على طول مش بتسيبه ابدا. الحاج جابر ما بيقولش غير كل خير على مراته الحاجه سعديه، واللي واقفه جنبه واثبتت مقوله وراء كل رجل عظيم امراه، وهي اللي شجعته يقوم من مكانه وخلته يقف على رجله. طلب الحاج جابر واحنا ايام الموسم بانه يقضي يوم فلاحي من الاخر، وتخبز له عيش بلدي من اللي قلبك يحبه، وده اللي نفسه فيه. وغير ده كمان نفسه في محشي كرومب وفراخ. وفورا البيت كله اتشقلب من فوق لتحت عشان طلبات الحاج تبقى اوامر. الحاجه سعديه شغلت الفرن البلدي ورجعت ايام عيله حوارات لايام الزمن الجميل، وخبزت العيش الفلاحي على اصوله وسط اهلها واحفادها، والكل كان مبهور بالريحه والشكل. محمود حوارات عمل وليمه كبيره في بيته بمناسبه عوده الحاج جابر، وعمل محاشي اشكال واصناف وكمان فراخ، وكان نفسه جدا انه يجيب لابوه عكاوي، وراح فعلا لحد المحل لكن لقاها خلصت، لدرجه انه كان هيجيب عجل عشان بس ينفذ طلب ابوه وياكله العكاوي، ولكن عوضه بانه عمل له فراخ ولحمه وروق عليه من الاخر. الحاج جابر ظهر في ال3 قنوات، قناه محمود وسحر وقناه عائله حوارات وقناه حسن حوارات، وكان بيوزع عليه حلاوه المولد هو ونهال حوارات، وعمل وليمه كبيره. لكن المفاجاه هنا غياب الاء، واللي الكل سال ليه ما كانتش موجوده، بس محدش رد، وساعتها الكل توقع انها مشغوله بالفرش والمشروع الجديد بتاعها اللي بتعمله في القاهره هي ومحمد حوارات. الحاج جابر مبسوط بلمه العيله، بالذات لمه عياله واحفاده، وقال لهم كله سلف ودين، يعني كل الحلو اللي عملوه هيرجع لهم وهيلاقوه في اولادهم واحفادهم، والحنيه هتترد لهم لما يكبروا. لكن في ناس اخذت موضوع سلف ودين في حته تانية خالص، وعلاقته بحمدي وانه ما جاش زاره وقت تعبه، لكن الحاج ما جابش سيرته ابدا. يا ترى ايه رايكم في عيله حوارات بعد لم الشمل؟ وتفتكروا الحاج جابر كده رجع السوشيال ميديا من تاني ولا لا؟ شاركونا في التعليقات.